أنا وزميلتي في السكن إلينا بنحب ستاربكس جدا، وصرفنا كتير من فلوسنا على تجميع كوبايات ستاربكس اللي شكلها فخم وغريب. عشان كده كنا متحمسين جدا النهاردة لما سمعنا عن مسابقة الحظ اللي هتكون في فرع ستاربكس الجديد اللي فتح في وسط البلد. رغم إننا وصلنا بدري إلا إننا لقينا المكان قدام المحل زحمة والناس كتير جدا، وكلهم عايزين يكونوا أصحاب الحظ ويفوزوا بالكوباية اللي كانت بإصدار محدود. وإحنا مستنيين، أنا وإلينا طلبنا كوباية قهوة وكانت حلوة كالعادة. بعد شوية بدأت المسابقة. يا أعزائي العملاء، دلوقتي جه وقت السحب على اسم صاحب الحظ اللي هيكون الوحيد علشان يكسب الكوباية الجميلة دي. مين هيكون صاحب الحظ يا ترى؟ الكوباية دي هتكون ليا. بصيت على الكوباية من بعيد وفضلت أتمنى إنه اسمي يتقال. لو ما كنتش كسبتها كنت بفكر إني أتفاوض وأحاول أشتريها بأي تمن. والزبون المحظوظ النهاردة اسمه هو ألف. ياه، نون ألف. إلينا، اتفضلي اطلعي على المسرح تستلمي الكوباية. إلينا نطت من الفرحة وأنا مش عارفة ليه، بس وأنا مبتسمة ليها حسيت إني متضايقة. وإحنا راجعين طلبت منها إني أمسك الكوباية شوية، بس ردها جنني. ما أقدرش أديها لك يا يسرى، ده هينقل حظي ليكي، وساعتها هيبقى ما عنديش حظ. اتجننت وقلت لنفسي إني هعمل أي حاجة عشان أخد الكوباية دي. في اللحظة دي كان في عربية جاية من بعيد. إلينا كانت مبسوطة قوي بالكوباية إصدار محدود لدرجة إنها ما خدتش بالها من العربية. كنت خلاص قربت إني أزق إلينا بعيد، لكن للحظة فكرت في الكوباية وكلامها المستفز، وساعتها فضلت ببص عليها بس. صوت الحادثة كان جنب ودني. دلوقتي إلينا بقت تحت عجلات العربية. كوباية ستاربكس اتدحرجت ووقفت عند رجلي. أنا مسكتها. الكوباية دي لازم تكون بتاعتي. بصيت لإلينا وبعدها جريت بعيد. الإسعاف وصلت بسرعة، لكن إلينا ما كانتش بتتنفس. بعد وفاة إلينا بقت كل كوبايات ستاربكس اللي معاها ملكي. يا إلينا، لو بس ما قلتيش الكلام ده كان ممكن تكوني لسه معانا. بعد ما نقلت المكان جديد وخلصت من إلينا حسيت إن في حمل اتشال من على كتفي. بس الفرحة ما طولتش. في نفس الليلة وأنا نايمة سمعت صوت إلينا. يسرى! صحيت ووشي كله عرق وأنا لوحدي في أوضة مظلمة. يمكن يكون بس كابوس. قلت لنفسي وحاولت أنام تاني. في الأيام اللي بعدها نفس الكابوس ده بقى بيجيلي كل ليلة. أول ما أغمض عيني صورة إلينا بتظهر. بعد كذا يوم من الأرق عيني بقت سودة وكنت مضطر أخد حبوب منومة عشان أقدر أنام كويس، بس مفيش حاجة اتغيرت. في الليلة دي وأنا نايمة بعد ما أخدت الدواء شفت إلينا واقفة قدام الباب. انتي حاولتي تزوقيني بعيد، بعد كل ده رجعي لي حاجتي. حاولت أقوم بس ما قدرتش أتحرك. رجعي لي كل حاجتي. رجعي لي حياتي. لا لا، ده مش حقيقي. حاولت أقاوم بس من غير فايدة. إلينا بدأت تخنقني جامد. حاولت أصرخ بس ما قدرتش. في اللحظة اللي حسيت فيها إني هموت أخيراً قدرت أقوم. في الليلة دي خفت إني ما أقدرش أنام تاني أبدا. الصبح جمعت كل كوبايات إلينا ورحت بيهم عند أهلها. كنت عايزة أقول لهم كل حاجة عن إني أخدت بالي من العربية جاية بس ما عملتش حاجة. بس قبل ما أتكلم
أم إلينا بدأت تعيط وقالت لي إن إلينا كانت ناوية تديني الكوباية هدية في عيد ميلادي عشان تفاجئني. أوه إلينا. بعد ما سمعت كلام والدتها وأنا راجعة، عقلي كان فاضي، وفجأة قدامي كانت بنت شايلة كوباية ستاربكس وفرحانة وهي بتعدي الشارع. من بعيد في عربية جاية بسرعة. من غير ما أفكر بدأت أصرخ وجريت عشان أزق البنت بعيد. قبل ما يغمى عليا، آخر حاجة شفتها كانت وش إلينا مبتسمة قدامي.